نقف عندها وقفات ليتأملها الإنسان وهو يذهب ويجري وراء هذه الدنيا لعله يحصل من زينتها ولبناتها ووجهه خلفها دون أن يلتفت إلى حقوقه أو أن يلتفت إلى ما ينتظره الحساب يوم يقف بين يدي ربه. هنا وقفات نقف في هذه الخطبة، وقد وقفنا في الخطبة الماضية مع حدث الهجرة وإشارات في ذكرى 6 نوفمبر، وهي ذكرى مسير القضاء التي استرجع بمقتضاها المغرب قريبا جنوبيا. أيها الإخوة، نحن لنا عقيدة، هذه العقيدة لا تستقيم إلا إذا استوفت جميع شروطها وأركانها. واعلموا الأحباب أن المسلم ينبغي أن يرتبط ببعض الأشياء إما تتعلق بأمته أو بوطنه عقيدة ليس كلاما، عقيدة وعملا، قولا وفعلا. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الأيام وفي الشهور الثلاثة الأخيرة خصوصا وقعت اعتداءات واقتحامات لأحد من مقدسات هذه الأمة، وهو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى والأحباب له مكانته في ديننا وفي عقيدتنا، فلا ينبغي أن نغفل عن هذا الأمر ونترك الأمور هكذا دون أن نلتفت إلى مثل هذه الأشياء. ونحن لنا حقوق في مدينة القدس، لنا حقوق في الأقصى، ليس باعتبارنا مسلمين فقط، لنا حقوق لأننا مسلمون صحيح، ولكن لنا حقوق في هذا البلد بأننا مغاربة. أنا سأقف عند هذه الذكرى وأربط هذه الأحداث إلى ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من دار الكفر والظلم إلى دار النصرة ودار العزة وتأسيس الدولة، ثم بعد ذلك هذه الذكرى التي يحتاج من المغاربة من السلام يستلمون، ثم هذه الأحداث الأليمة التي يعيشها أبناء شعبنا ومقدساتنا وأوقافنا وأحداثنا التي يعيش فيها فسادا بنو صهيون. كيف هذا الربط؟ أيها الأحباب، المغاربة عبر التاريخ، وأنا سأقف معكم عبر محطات، واصبروا واستوعبوا ما سأقول. عبر التاريخ هذا البلد مرابط على ظهر وعلى جناح حساس من العالم الإسلامي، هو الذي أوقف الزحف الصليبي رغم محاولاته المتكررة لكي يزحف الزحف من أفريقيا ثم من المغرب إلى المشرق. هذه الحقيقة لا يمكنها أحد. وتعلمون أيها الأحباب أن المغرب لم يتخلف واحد منهم عن نصرة إخوتهم في العالم،
كلما داعي الأسرة والاستجابة. فقد وقع إخوتهم في الأندلس تحت ظلم النصارى هناك، فاستغاث أهل الأندلس بالمغاربة فقطعوا البحر وانتصروا لإخوتهم ومكنوا لهم ومكنوا دين الإسلام في بلاد الأندلس. وكانت معارك تاريخية. الرجل يوسف انتشر أكثر من 6 مرات وهو يعبر المضيق، يعبر إلى الأندلس، يعبر إلى إسبانيا، يعبر إليها لنصرة إخوته، ممن استغاث به من أمراء الأندلس وعلى رأسهم المعلم بن عباد. لكن تصرفات الأمراء عندنا في الأندلس وتهاونهم على الدنيا وملذاتها وشرب الخمر، شرب الخمر والأحلام والاشتغال بالغناء والرقص هو سبب سقوط الأندلس. لذلك يوسف الشهير رحمه الله عليه نصر المعتمد في معركة الزلاقة وأبدى فيها المعتمد بلاء حسن. نعم، لكن الأمراء هناك عادوا إلى صراعاتهم، فاضطر يوسف أن يأخذ المعتمد بعدان ويسجنه في أغنات ومات في السجن. لماذا؟ لأنه لا يصلح العلوم في الأندلس، فكان المغاربة دائما يسعون لتثبيت الإسلام وتمكينه في هذه البلاد. ثم بعد ذلك تأتي النصرة من الموحدين على ابن يعقوب المنصور في الآبار، ثم على ابن الدين في طريف، ثم يعني قبل ذلك السعديون يردون تحت البرتغال وكل تألف وتحالف معهم في هذه المغارب. لم يتحدث المغارب عبر التاريخ عن نصرة إخوته، ولذلك بعدما ضرب المغرب أول ما فعله الإسبان هو احتلال منطقة الصحراء، لأن الإسبان عندهم عقدة أن الزحف دائما كان يأتي من بلاد الصحراء، ولأنها المنطقة التي يمكن أن يزحفوا من خلالها إلى إفريقيا ونشر النصارى. حرب صليبية أيها الأحباب. المغرب نصر إخوته في الجزائر، ودخل الأمير عبد القادر إلى المغرب واستنجد بأمراء وسلاطين المغرب، وكان آنذاك السلطان عبد الرحمن، فجعل ابنه على رأس جيش ساعد به الأمير عبد القادر في معركة إيزي. كيف ضحى المغرب من أجل إخوتنا ونصرة قضية إخوتنا في الجزائر. التاريخ يشهد بذلك، مع أن الجيش الهدف لا يجب أن يتخلف المغرب عن نصرة إخوته. ثم بعد ذلك في حرب التحرير المغاربة أبلغوا البلاء الحسن في نصرة إخوته في الجزائر. لم يتخلف المغاربة عن إخوته، ولم يتخلف قبل ذلك المغاربة عن استنجاد صلاح الدين بمجاهدة المغرب، فذهب المغاربة أفواجا يلبون نداء الجهاد لتحرير بيت المقدس المسجد الأقصى من تدنيس الصليبيين. وبالفعل ذهب المغاربة، كان ذلك في سنة 580 هجري، وذهب المغاربة ورابطوا وجاهدوا واعترافا بجهدهم وبما بذلوه أشهد مع الفلوس، فإن صلاح الدين أقطعهم منطقة أرض سهلية شاسعة هي ما يسمى بحي المغاربة. ما تخلطوش، أنا أتكلم عن حقوقنا عبر التاريخ، لا تنسوا الحقوق. لا حقنا في الصحراء حق تاريخي، بل نحن عندنا أبعد من الصحراء، والأحباب بهذا المشاكل، أبعد من الصحراء. الآن المغرب كان نفوذه يشمل جنوب الصحراء ويصل إلى أمطار بعيدة مما يرسمه الاستعمار الآن ومما يريده
يريدون اجتزاءه من جسم المغرب. المغرب له حقوق أبعد من ذلك. المغرب له حقوق أبعد من ذلك. المغرب لم يعترف بموريتانيا إلا في سنة 1965 وقطعت من جسمه، ولا زال الولاء الروحي للمغرب في دول أفريقية وعلى رأسها المغرب والسنغال. وإن كانت جثة من جسم المغرب فإن لها ولاء روحي للمغرب إلى الآن. فكيف يكذب التاريخ وتناموا وتقولوا عن حقوقكم وأرجعوا إلى حقكم في فلسطين، في مدينة القدس، في مدينة الطهر، المدينة المقدسة، بين المسجد الأقصى. صلاح الدين لما انتصر المسلمون ومعه جنود المغاربة أعطاهم أرض كبيرة، ولكن تلك الأرض كانت مفتوحة. تلك الجهة كما سأقول لكم، جهات ثلاثة كانت منيعة. جهات ثلاثة، مدينة القدس كانت لها 4 جهات، الجهة 3 منيعة، وعد. لكن المغاربة أعطاهم صلاح الدين المنطقة السهلة، المنطقة التي فيها سهولة ومنبسطة. فلما قال له بعض الناس لماذا أعطيت المغاربة هذه الأرض؟ فقد يعود الصليبيون من هذه الجهة، والمغاربة هناك ليسوا مبتدعين، سيكون شو قد يقول. ما تنساوش ما تنساش نسوي التاريخ. خلينا هذا الناس الربيع حضروا احبابهم وعندهم انتقادات وسبب وبعدين قالوا بعض باش يكتبوا القضايا الوطنيه الكبرى ومصيرها الامه مجابله بعض من اغراض دنيويه واغراض سياسيه لا تخدم الوطن من شيء. خلينا هذه المسائل أنا التاريخ شمس قرأت تاريخ الكشف والله يبين التاريخ عمر التاريخ وصحح هذه المواضيع. كل واحد له وقت وبدأ يهدر المسألة تهدر في مصير الأمة قرأت تاريخ العرش. كيف نشأ السنة كذلك؟ شوف الأصول، شوف الحقوق الكبرى. حل المغارب ترى تسمعوا في باب المغارب، كان باب المغارب، لكن باب المغارب يصل الجدار المسجد، وكاين باب المغارب يصل الصور قطاع المدينة، وكاين حي المغارب أو مغارب يسمى فيها مغارب الجنود. كيف؟ شو قال المصطلح؟ صلاح الدين شو قالوا؟ إنهم أصحاب الظهور، المرابطون أمناء الأقصى. إني أسكنتهم بهذه البلد وبهذه الأرض لأنهم يثبتون في البر وينطشون في البحر، وإني أسكنتهم أستأمنهم على هذا المسجد العظيم وعلى هذه المدينة العظيمة. هالشهادة وطن يعرفوا احتضروا به يسمون صلاة الدين، يعرفوا صلاة الدين صلاة يعرفوا إلى الكفر، لأنه هو الذي نزع القدس من أيديهم وهو الذي قابل. كانوا موجودين وقالوا المغاربة بذلك الحين عشنا المنطقة وخسفها وفيها الخطأ، قالوا هذا أصحاب القبور، هذا سليكين البلد وينشروا البحر. أنا أستأمنكم على مسجد الأقصى والسجود. إذا أنتم أمناء بوصية صلاح الدين، لقد وفى فيكم صلاح الدين وعلم قدركم أيها المغاربة، لقد علم قدركم ويعرف قدركم التاريخ. فلذلك علم في 67 في النساء أول كتسمى حرب 6 أيام، حرب 6 أيام استطاع فيها الصهاينة والكيان الصهيوني أن يستولي على توقع فلسطين الجزء القدس الشرقية، ثم بعد ذلك ضم ما يسمى حي المغاربة. فلما دخل حي المغاربة وكشف الناس كذا، احنا كان حرب الدين ديالنا، كان حرب الدين ديال والدينا،
ولينا تجينا قضينا كغابي ولينا كنشاركوا في النقاشات ونشاركوا في الحوارات وكنشوفوا شوفانات على الدين. شوف الصهاينة كيفاش يعني أعضاء وزراء وأعضاء الكنيسة ديالهم والبرلمان ديالهم ومع الجيش والحراس والشرطة كيدخلوا المتطرفين هما كيقولوا متطرفين كيقولوا وكيدخلوا على المغاربة باش يدرسوا هذا المرة الوصول. هذا أول 67 حتى الشهر راهم وصلوا حتى للبصرة الدينية ويدخلوا حتى المحل فعلا. شوفوا ما كينصروا، شوف هذا يعني الذي يكون غير الذي قاصه أحد الوجود. إذا الآن رجال السلطة في الكيان الصهيوني والنخبة العسكرية ونحن القرار عندي في الكيان الصهيوني رفعوا رسالة الرئيس الوزراء ديالهم قالوا الوضع المنفلت أمام الميثورة الله عز وجل الانتقالات فيه البيبان فيها وصل الانتقالات الناس كشافت مرابطة الانتقالات قالوا الوضع المنفلت متبادل الأحزاب اليمينية والنخب الدينية المتطرفة والأحزاب اليمينية المتطرفة هي سبب انفلات الأمن الشخصي للصهاينة. انتم مثلا لا يمكننا أن نسيطر الآن على الوضع لأن الآن أصبحت المقاومة فردية بقرار فردي. يبقى أنا ما يمكنش أنا الذي نشوف واحد الإنسان داز الفراش ديالو ناقص صباح بكري شد السيارة ديالو ثم دهس الصهاينة. كي غادي ندير العقل؟ سنتساوي الخطراء الأمر الفارغ فيرفع الرسائل إلى أسيادهم وإلى رؤسائهم وكل همهم والتمكين في اليهود وحماية اليهود وهم يفتشون بالمسلمين ونحن يعني حضرين التاريخ من يدخل اليهود في 67 يدخلوا منطقة مغاربة أعطاهم ثلاث سوايع حوالي في نفس الوقت سووها بالأرض هدموها على رؤوس سكانها هدموها ووصلوا إلى الجدار الغربي في باب المغاربة لكي يدخلوا باطل المسجد دخلوا ومشوا مباشرة لحائط البراق. حائط البراق يعني سموا حائط البراق وسموه حائط الملكة ووسعوا الساحة وهدموا البيوت باش يجيو اليهود يسرقوا في الإحداث على الله هذا والدماء بقرب يدير طقوس تراثية. والآن عندهم الأمر في هذا الأسبوع الماضي مؤتمر شعب إسرائيل يعود إلى جبل الهيكل ويخططون ويعقدون مؤتمرا في الأقصى في مدينة القدس في مدينة القدس وسمعنا الفلسطينيين ما قصد المؤتمرات اللي سميتوا له التغيير ما قصدوا ليش خارج من المؤتمر كان على الدرجة الثانية ريشه وزاد ثم علاش علاش يكونش الشعبية والإقاميين هذا على ما كاينش هذا يعني يخدموا دين وقتلوا الناس والدولة وقطعوهم ومن بعد جاءوا يعني باب المغاربة داو فاتحين بيت المسجد الأقصى كان يعني موجود هو عبارة عن ساحة كبيرة مصورة لها صوت كبير في 15 باب كان مسجد كبير هذا اللي عنده قبة رصاصية في السواد وعنده في القلب ديالو قبة الصخرة هذه الصور ضيعة صاحب مساحة كبيرة جدا. هذا هو المسجد الأقصى ماشي المسجد الأقصى هذاك الشيء اللي كنشوفوه يعلقوه هنايا دايرين القبة الصفراء أو هذاك الشيء اللي كتعلقوه في البيوت عنده القبة الصفراء هذاك جزء من المسجد الأقصى غير جزء. المسجد الأقصى عنده 15 باب ضرب الصور وفيها 4 مآذن في الأسوار 15 باب من أهمها وأفضلها باب المغاربة كيف مباشرة كيف يجي عبر كلة ترابية لأن الباب يتعلق باش تفوت ديك الباب يجي على واحد التله واحد المطرفات باش تجي مع الباب نيشو يعني كاين تحت الباب باش تدخل كاين فوق معلق يعني غادي تجي غادي تدخل من الصور من باب المغاربة وباب المدينة القديمة وتجي فوق ديك التله فوق التله فوق التله عاد توصل باب المغاربة في الصور الغربي للمسجد الأقصى عاد يعني كل ديك المساحة تبع المسجد الأقصى بهذا اش نديروا هذا الصهاينة بقاو يمشيو تحت
الطريق ونشوف التشكيلات وتحت مسجد الاقصى يبحثوا على واحد الهيكل مزعوم الهيكل سليمان الذين يريدون اعاده بنائه وله صغير ويريدون اعاده بنائه على انقاض المسجد الاقصى. الحرائق اللي كانت فيها باب المغاربه وباب المغاربه من كثر التحريات في العام 2014 تهدمت. يعني هذه تهدم ما لو وقفت يا فلسطين ولا هو باش تطيحوا الدار وما يديروا جسر للدار وفيك الساعه يسميوه جسر كامل هذا خدامين. هذا شنو اللي تشوفوا انتم الارهابيين؟ علاش هذا حي احنا حي المغاربه هذا باب نفتحوا عنه هذا المغاربه في 67 خلال السواد ما كانش يدخل هذا الباب. شكون كيدخل لنا؟ كيدخل الشرطه الصهيونيه وكيدخلوا المتطرفين اليهود تحت حمايه الشرطه الصهيونيه من باب المغاربه كيدخلوا على ساحات وباحات المسجد الاقصى وهذه مناطق محتل ظلمه يسار. هذا ما نبغى نسال عندنا حق. شو كيقول لنا الشيء؟ شكون العام هذا الشيء هذا خصو يتقال للجنود خصو يتقال للمدارس في الشغل المعنوي ديال الجنود باش يعرفوا بلي راهم ابطال. شو صالح ديال الشغل؟ ما دارش شغل هذا فيما وجهت العطاء في الارض قالوا هذو رجال ديال الطرق هذو الناس كيعرفوا الطرق يزودون الجبال ويكتشفون البحر عنده كيبان ديال البحر حر وهذه حقيقه مضروبه عند الناس القدامى معروف الغابه الغنتاج مع الموت. شوفوا محاولته وإيواته وفي الاستعمار أهلا يعرفوا ذلك المغارب ولو يفهم أن الخطاب وتدخل النار كتاب من الذي يعرف المغاربة اللي يثبتوا والمغاربة الجنود أبطال رواسي أهلا شكل تشكيلة حتى الأسماء والألقاب بينهم أعطاهم الرسالة من إعلام الزوقة ودابا كل زي حمراء وتيرغي هذا اللي كنسموه بن عالم اللي حنا كنقولوا له البوم خطأ البوم. شنو هو البوم؟ هذا البوم اللي كان يقول فيه هو اللي يضرب ضربه كانوا البوم جاو يعني ضربه لا هذا البوم هذا رقم مختصر بل يقولون عن البوم هذا اللي يعني السحوريات في الحرب القديمه. البوم هي الشيء او ام بوم بالفرنساويه يعني البوم وفرنسي ديزيكتي ماروكان يعني هذه الفرق يعني الهجوميه كانت فرق مغربيه واسمها البوم هي اللي ذوقوا فيها النازيه في حروب فرنسا مع المانيا. القبر ديالهم الان موجودين في الجهه ديال يعني الأرصاص يعني غير من سويسرا للعاصمة ديالها ستراسبورغ. أنا ما كنتش عارف على الكلمة ولكني وقفت على الأبطال ورأيتهم يعني مساحة طويلة فيها قبور مجاهدين من قبور أبطالنا من المغاربة حتى نعلموا عنهم كما ديال ويجندهم إلى تدريب خاص وسماه الهجوم حتى المسألة يكون تقيلة يقولون على الإسلام يقولون على غرب الشبهة ما كينفعش بلد الشهوة طلع من هذا يحط تلوث يجمع مساكن في المنطقة ديال الأرصاص. أنا علاش رغم مشيت للسيساي وكاين مولوز وكاين الإكساي وكاين تركي التركي شي حاجة تروح واحد البلاد فيه يعني القوم ديال المغاربة الذين سقطوا ضد يعني الذين دافعوا عن فرنسا وهم الذين حرروا باريس وهم الذين دخلوا إيطاليا وهم الذين شاركوا في حروب الجنوب الصينية. كيف أقسام أرسل سفراء والآن الصهاينة خلاو تحقق وسموه يعني الآن العالم كيسمع باب المغاربة ماشي هذاك الباب الناس في الجامع كاين الباب ديال الصور على برا نمشيو الناس والطريق والحي كامل فينا هو ولا ساحة ولا يعرفوا فينا اليهود. بالتالي حنا نعزف على شكل اليهود الشعلاء لأن الأمة الإسلامية منشغلة بسفك دمائهم في بعضها البعض يتصارعون على الكراسي ويتصارعون على السياسة ويتصارعون على الأغراض. وأنا أعتقد أن هذه الأمور ضارة وأن هؤلاء يخدمون الصهيونية وأنهم عملاء حضاريون يخدمون مصالح العالم. اسمح لي باش نحلوا المغاربة ماشي ديال الإسلام المغاربة ماشي ديال هادشي اللي كنشوفو المغاربة ماشي ديال هذا المشروع اللي غادي وغادي نمكنوا النساء وندلوا الرجال ديالهم. دابا الآن عندنا مشروع لإذلال الرجال والتمكين للنساء في الوقت الذي المرأة
كتمشي في العور ديالها وتتبات العور ديالها كنجيو نديرو قوانين ديال التحرش الجنسي وديال يعني خصك تخدم مع ما خصكش دير ما خصكش يمعان في هذا الرجل باسم يعني حقوق واسم كذا واسم كذا. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة يا إخوان. راه حقوقنا ثابتة وماشي عندنا نجيو حنايا عاد الواحد يقول على واش المشكل حنا وبينهم؟ فين المشكل الصحة؟ احنا ماشي عندنا الصحة، راه عندنا أشياء أخرى باقي نستطيعوا من الدين ومن الجذور ديالنا وباقينا يعني لا تكفي يعني الاستراحة مازال ما سعلاش لأن علاش؟ لأن واحد الفكر للخط العالم الإسلامي وتمييز الثورية وتمييز يعني بأشياء يعني يكون بعض المشروع وزرع الحد والكراهية على الأنظمة وتمثل الآن العدو الذي يسوق بسوء الأدب. نسأل الله السلامة. اللهم اسمعوا واستغفر الله العظيم ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فالمؤمنون هذا ثالث هؤلاء أبطالنا. احنا عندنا تاريخ اللي هو يلعب يعني الأمور ديال يعني هذا الشعب واختصاص لنا في هذه الظروف فليست هذه رسالتنا وليست هذه مهمتنا. المغرب بالتاريخ المغرب معه ظروف أخرى لكن الباب الأندلس والباب لذلك صلاح الدين والباب لذلك فوق الجوار والباب التاريخ حتى الأعداء جلدوه وساعدوا وبدلوا ما في مسلم. هذا معروف بعنوان أشغل المتعلمات. شوف المغرب الآن استخدام البشر أعلى شيء قوته. فيعني الآن بعض الفرق التي ستساهم في تمكين المغرب واكتسابه السمعة من المغرب هذه السياسة 59 غادي تشكل بعض يعني فرقة أو يعني يعني واحد الفوج اللي غادي يسمى الفوج الخفيف للماء جعد. ف 59 في الستين سيشارك المغرب ويلبي نداء الأمم المتحدة ويدخل ذلك الكونغو ويساهم في تثبيت السلام في هذا البلد وتعود تجربة الأبطال. هذا هو جيش النخبة. هذه الفرقة فيها النخبة يا جماعة الضباط الجنود نخبة وفيهم عناصر اللي شاركوا هنا عندنا في الكونغو وشاركوا في 67 وصول ليبيا وشاركوا يعني 73 في حرب الدولار في رمضان. يعني في 73 عندنا ضباط وعندنا جنود من المنطقة الشرقية من البلاد العربية من نوع الكلمة. ماشي سهل في الستين وقتهم 63 فتبع لنا مشكلة مع الإخوان من الجزائر اللي هي حرب الرمال حاصل بالغرب حاسب بالغرب غادي يوقع لنا مشكل مع الاسف الرئيس بن الله رحمه الله على الجميع والله يعني لماذا يقول الحين ما نحن لهم ولا يهديهم باش غادي يستعمل ذاك الفكر الثوري وذاك الفكر اللي كان في الاغراض اللي سبب لنا الان متاعب لاننا بعدنا عن الوصول ديالنا غادي يوقع في الاصل للاسف غادي يوقع في الاصل ضباط مصريين والله عاونوا وكنا ضد المغاربه بأمر من الرئيس عبد الناصر وشويه يشد ستة واحد المياه واحد اللي تدخل وتروح في الصحراء الشرقيه تدخل في هذه الساعه حسني مبارك لهذه المدينه رئيس المسرح وطارهم الشعب وشدوا الشعب وربطهم المكلم احتفلت القوات والجو وحكوا معاهم نهار 64 بالليل مشى الحسن الثاني والبصره جاوا يقدموا له هو باش تقدم لهم هو بدل ما تقدم لهم يعني وطن تقدم لهم يعني هديه بشريه. قدم لهم الضباط من بيت مبارك نزلوا بالطائره وشافوا يعني ودانوا. احنا سدنا ناس اللي هم خوتنا وجاوا يحاولوا مع خوتنا. تاريخ موجود 63 وغادي تكون الحرب رئيس الحكومة الله يرحم الجميع ويقول الأطعام يعني ديك الساعة جا الأمر باش تراجع القوات الغيرية وفي غادي يوقع في 65 أيها الأحباب غادي يجي عبد الناصر يزور المغرب. تبعوا التاريخ عبد الناصر غادي يزور المغرب كمواطن وكان شوية بلاد عطاو سلام بيض
سلوع البلد وصعب. ال 65 ساعة هذه المجموعة أو هذا الفوج الخفيف لنا غادي يولي ديك الساعة غادي يولي لواء خفيف لنا بريكا شباز بعد بريكا لجي يسكبي يعني لواء خفيف جدا وغادي يستعرضوا عبد الناصر الأزرق تاريخ نظام تاريخ عطاء يعني داروا سام يعني قول تحليل أزرق قوة يعني الصعوبة السيارات الطريقة اللباس ديالهم إلى لباس حرب ديال الساعة يعني كان به التصفيق الغلظة إذا تصل المشي يعني رجال ميدان رسالة غادي يستعرض الإشعاع من اللي يعني ضرب عليهم ما يصدق واحد كل شيء ولكن كل شيء كان وجه الدولة ما داروش هذا هو معناه علم ليس الكونغو يعني الجزائر ديال الأمم المتحدة وهما اللي غادي مساكين في 67 اللي غادي يكونوا الحرب يعني كانت فيها تكون الحرب الاستدعائية تنتصر فيها إسرائيل وغادي تضرب فيها الطائرات ديال عبد الناصر في المطار والله ما الطائرات يسميوها المكسب علاش؟ لأن الضباط بانوا بايتين الشرب والخمر مع إحدى الرصاص الحمراء في الاتجاه الصهيوني بالضرب والمطار طيارة ما تخرج الجيش المغربي من بعد ما استعرضوا شارع النصر في الرباط كان وصل ما وصل إلى الإخوان باش الحرب لا يعملوا ما دام يحسب سيعرفوا القدر ديالو وهاد الناس كانوا كيفسدوا الشباب ديالنا وهاد الناس كانوا كيروجوا هذا الفكر اللي سموه ليبرالي وحر باش يفسدوا القيم ديالنا ويديروا رجولنا برجالنا ويديروا الرجال ديالنا الصراع والنفوس وطار التاريخ بعد ما عرفوا شكون هما خصنا نعرفوا شكون هما بعد الا ما عرفوش هما شكون هما يجيو نعلموهم شكون هما اللي ما عرفش شكون هو يجي نعلموه شكون هو التاريخ لا يرحم والتاريخ ذاكره والشعب الذي لا ليس له تاريخ لا ذاكرة له ولا مجد له وما عندوش الحق يعني باش يهرب. أخذ الضباط طائرة ضابطين طائرة استطلاعية مشاو بها مصر باش يصطلعوا شو رجعوا جبروا المطار للدور طيارة واحدة ما فريق كانت تمشي في مرابط المطار كيرجعوا الضابط الله يرحمه الرحمن وعزاده والحمص هو الشيء هذا اللي واقع فيه تعرف المسكين كيقول الناس يحضروا انه خذا واحد المنطقه عند تركيا واحد الفراش ومشى لواحد الربيع في المطار وقال يعني اللي كيقوم بالشؤون ديالو لا احد يكلمني ولا احد يعني تخبرني به ما احد يجرينا ديك الساعه كانوا يشدوه وشرع في البكاء بطل يبكي لأنه لم يحقق ما يريده الأسود في مثل هذه اللقاءات التي يكتبها التاريخ وتقدم فيها الأرواح تضحية للوطن وتضحية للقضايا الإنسان جالس متهاب وجالس يعني الله يسلمه ريحة وجالس يعني ما عنده شغل على بالي يقطع الخروج شوف الحالة اللي نحكيها شوف اليهود شوف اليهود كيتجمعوا معهم الحرس ومعهم الجنود ومعهم الجنود ديال الحدود وهم من أدعس ومن أسوأ الجنود العلوم ديال الصهاينة مع الشرطة وكيتعاملوا معهم يعني المتطرفين اليهود وداخلين بالحياة وكي دايرين الحياة اللي عندهم وكي داير الشعار اللي عندهم علاش تشوفوا قالوا انتم الارهابيين علاش ما كانوا قالوا انتم اصحاب الحال علاش ما قالوا انتم المتدينين ومسوك الله علاش هاد الوزراء وعلاش هاد الناس البرلمانيين كيصرفوا كيسالوا علاش حنا كنحاربوا الدين علاش نحاربوا الدين شنو الدين أنت تخدم مشروعا صهيونيا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يفعلهم فينا هؤلاء العملاء الحضاريون حسبنا الله فيما يفعله الصهاينة في هذا المسجد الذي لنا فيه حق وذاكرة لنا فيه أحداث لنا فيه ذكريات وتاريخ فيها أجدادنا فيها أجدادنا الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم فيه صحابة فيه
إلى إليه هو القبلتين وثالث الحرمين. لا تفرطوا واعلموا أيها الأحباب أن لكم تاريخ، وأن هذا التاريخ تاريخ مجيد، وإن كانت هناك فلاتات تاريخية فإنها لا تساوي شيء في مع هذا التراكم التاريخ الذي يصحح مسار هذا الشعب وأبناء هذا الشعب وأبناء هذا الشعب. لكن الله تعالى شو تظهر الصحراء ديال المشكلة الآن مشكلة الأشخاص الناس اللي كيحبوا احنا زمان أرسلنا كاع الشهرة معنا هذا هم يصرفوا هو شوف نقول هذه عبد الناصر والقذافي ومخربة وبالملك وما زال يعني فين عندنا المشكلة صحراء ديال وشمس حاجة احنا مغارب اسمها بلد مغارب احنا مغارب انا نفضل شوف دولة دينا وحنا كنا ساحل العاج اللي هي كوت ديفوار ساحل العاج كوت ديفوار ساحل العاج هاد الدولة هذه ما كنتم تسمعش ولا ما تقول لي الساحل العاج بس في كوت ديفوار وليش الدولة هذه اسمها ساحل العاج فرضت على الدول العربية وش تسميها كوت ديفوار علاش الدولة هذه غلطت الشخصية شوف الآن آخر الأخبار اللي سمعتها هذه شوف الآن مشى واحد اللاعب فرنساوي هو مهاجم فرنسا يمشي يقول شي حاجة شو أدخل الهند قال لي الاحتراف ما نشوف اللسان ندير شعبية وبين معنا مع أصحابه يشوي اللحم قالوا الجيران شدوا الريحة وما يعلموا وهم عندهم البقرة المقدسة 40 عام كالحبس 40 عام كالحبس وأنا الجنسيات الروبية بالعملة ديالهم والمشكل عند الهند أن الأجانب ما عندهمش الخصينات المحامين الإعلام كلهم داروا في عرش الثقافة ديالهم ما عرفش هذا الآن الإعلام والمحامي احتاجت الحكومة الفرنسية باش تضغط باش يشوفوا شي مخرج لهذا الإعلام 40 لأن كده الشوال ديالهم احنا كده الشوال ديال الحمد ديالنا ولادنا كانوا في البلد الوسطى علماء دولة كينيا يتصفوا واحد لكن هما تصفى عالم كبير في كينيا تصفية علمية مدنية يا ابنائنا في كل الرحمة ما تقولش انا حبيبي تاريخ الشغل وحتى يصبح الحالة ما نشوف ولا خوتي اسمحوا لي الله يهديك الله يسترنا لما خرج التاريخ والواحد ما يقدر التاريخ الله يرحمه الشهداء ديال الله يرحمهم الذين سقطوا في ساحة الشرف اللهم ارحمهم أبطالنا اللهم ارحمهم اللهم ارحم أبطالنا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم نصرهم اللهم اهدهم اللهم ارحمهم اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين بارك لنا في سكناتنا وحركتنا واجعل اللهم من الصالحين اللهم احسن التقى والهدى والعفاف والغنى وبارك اللهم في شيوخنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا الجنوب الذين يرابطون في هذا المسجد اللهم بارك في رجالنا جميعا وفي شبابنا اللهم بارك في اطفالنا وافتح اللهم على قضاتنا وارحم الله حجب اللهم نساءنا نساء الله عز وجل النساء أرضي بالتشريع بالأزواجهم ويزرعن حبة البيوت ويردهم على ولادهم ويحفظهم بذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وارزقنا وإياكم بما يحب ويرضى واجعلنا وإياكم من الصالحين وجنب اللهم هذا الوطن الفتن ما ظهر منها وبطن واجعلنا من الصالحين يوحدون الله الرحمن ويذكرون الشيطان وفق اللهم السلطان ملك البلاد اللهم صل به وعلى يديه اللهم صل اللهم فك أسر الأقصار اللهم حرر فلسطين والأقصار اللهم فك بيت الأقصار من قبضة الغاصبين اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين اللهم عليك بالكوانة اللهم اصلح الكوانة
اللهم اجعل نهايتهم بمكرهم وكبرهم، اللهم اقطعهم، اللهم انت القادر عليهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، يا جبار يا قهار يا منتقم، اللهم انتقم من صاعنا، اللهم انتقم من صاعنا، اللهم انتقم من صاعنا، وانتقم اللهم كل من يسيء الاسلام ويريد تنقض الاسلام وكل من يسيء الاسلام، اللهم انت اعلم بهم واعلم مخاطباتهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت.